السلام عليكم. معظم اللي بيخشوا يعلقوا على اليوتيوب ومختلفين مع اللي بيتكلم في الفيديو ما بيعبروش عن انهم مختلفين معاه في وجهة النظر، بيعبروا عن سفالة وقلة ادب. ازاي؟ يعني مثلا فيديو انا مسميه الماسونية الجزء الاول مثلا، الاقي لكم ولد كاتب انت مين اصلا؟ هو ماله انا مين؟ هو في كلام انا بقوله في الفيديو هو داخل يختلف معايا او يتفق معايا، صح؟ او يبقى ليه راي ما نعرفوش حلزوني هيطلعه لنا في الكومنت، صح؟ تمام. رايه الحلزوني لو نزل باحترام على عيني وعلى راسي، لكن لما الاقي رايه الحلزوني بعيد كل البعد عن مضمون الكلام اللي في الفيديو. يعني انا عمال اتكلم واقول سيدنا سليمان وهاروت وماروت وحاجات معينه، وتلاقوا واحد داخل مخنوق من كلامي وشكلي مش عاجبه وراح شاتمني مثلا. ممكن تقولوا لي ايه محل التعليق بتاعه من الاعراب؟ يعني هو دلوقتي بيقول لي انت مين؟ يا عم ما تقول لي انت غلط، انا قلت ابن كثير قال كذا، ما تقول لي لا ابن كثير ما قالش كذا يا عم، ما تقول لي لا ابن كثير مش هو لوحده اللي هنستشهد بكلامه يا عم، ما تناقشني. طب مش عايز تناقشني؟ خلاص ابعد عننا بقى. دي نوعيه من نوعيات الاشكال اللي بتخش تكتب تعليقات اونلاين. في نوعيه تانية بقى، ابقى انا بتكلم مثلا عن سحل الفتاه اللي حصلت في احداث مجلس الوزراء، انا بقول لكم رايي الشخصي 1 2 3، تلاقوا شمشوني الجبار دخل انت ترضاها على اهل بيتك. يا ابن الافاعي انا بقول لك رايي، هو انا قلت لك البت دي كانت في شقه احنا مسكناها في شقه؟ انا ماليش دعوه بيها، انا ما اتكلمتش عنها خالص، ولا قلت لك انا اعرفها، ولا قلت لك ابوها اسمه كذا، ولا قلت لك ان هي عايشه مع عمها وسايبه ابوها، ولا قلت لك ان هي ماليش دعوه بيها يا عم، انا مالي يا عم. يقول لي انت بتتهم بشرفها ليه يا عم؟ وانا قلت لك انا شفتها وهي في فعل فاضح في الطريق العام في مصر الجديده ولا في المعادي؟ انا مالي يا سيدي. انا بقول لك في مشهد انا شفته فهمته بالشكل ده، فانت مخنوق علشان فهمي ضد اللي انت عايزه يحصل، فقول لي شيء محترم، مش تقول لي هو انت ترضاها على اهلك. هي ايه اللي ارضاها على اهلي؟ انا اهلي ما ينفعش يروحوا يتظاهروا ضد الجيش. انت عايز رايي؟ عايز رايك. هي ما ينفعش تنزل تتظاهر في اي حاجه اساسا، بالظبط، ولا ضد ولا مع بقى. ده كلام جميل. يعني انا بايد راي اللي بيصورني صديقي، بس انا مع ايه بقى؟ ان الست اللي تنزل تمسك لفته ضد الجيش اللي بيحميها، ضد الجيش اللي حارب ودافع عن اجدادها وابائها في الحروب اللي فاتت دي كلها، تنزل تهين اقوى عسكريين في العالم. انا عايز اعرف اتربت ازاي الست دي، ده اللي انا عايز اعرفه. ايه رايكم؟ كلام منطقي انا بتكلم فيه اهو، حد يخش يناقشني يختلف معايا يتفق معايا، لكن واحد يقول لي انت ترضاها على امك، لا انا امي ما تروحش هناك اصلا. انت ترضاها على اختك، انا اختي ما تروحش هناك اصلا. انا من النوع ده. في واحد ممكن يقول لي لا النوع بتاعي مصر مليانه من النوع بتاعي، تمام. مصر مليانه من النوع بتاعي اللي ممكن يقول لك انا امنع اختي وامي ان هي تنزل في تظاهره ضد الجيش او تنزل في تظاهره اصلا عامه. لكن انت حبيبي اختك تنزل تتظاهر، انت اختك تنزل تتظاهر، انت ترضاها على اختك، انت ترضاها على امك، انت ترضاها على بنتك، انت ترضاها على مراتك ان هي تنزل وتبقى لابسه اللي احنا شفناه وتتعرى بالشكل اللي احنا شفناه وانت ترضاها. هتقول لي لا انا ما ارضاهاش ما انا اعترضت. لا انت ما اعترضتش، انت لو اعترضت كنت حللت الفيديو بالشكل ده، لكن انت ما همكش تحليل الفيديو، انت سبت تحليل الفيديو ومسكت في واحده وانا بتهمها بشرفها. انا ما جبتش سيره شرفها، انا بقول لك انا ارفض 1 2 3، انا ارفض 1 2 3، انت تؤيد 1 2 3 ان هي تنزل وتتظاهر ضد الجيش وتتعرى والكلام ده. انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. المهم هنلاقي تعليق بقى بتاع نوعيه ثانيه. انا بتكلم مثلا بقول يا جماعه في حادثه معينه حصلت بعد احداث يناير مش في جمعه الغضب، والخونه والعملاء عايزين ينسبوها لجمعه الغضب. حلو كده؟ الخونه والعملاء عايزين ينسبوها لنظام مبارك، وانا في رايي الشخصي ان هي مش اللي عاملها نظام مبارك. انا رايي الشخصي بقول كده، وقلت دي المدرعه وبحكي، الاقي لكم واحد يخش يقول لي امك وابوك ويا ابن الوليه ويا ابن اللي مش وليه. ده اسمه ايه؟ انا ما اعرفش، انا عايز اعرف ليه الشباب اللي بتخش تعلق في اليوتيوب لما بتلاقي الكومنتس دي التعليقات دي ما بيخشوش يقولوا للشاب دوت انت ليه سايب الموضوع اللي في الفيديو اللي بيتكلم فيه الشخص دوت وبتهرتل؟ يا جماعه ده شاب شحلاف. يعني ايه شحلاف؟ الشاب الشحلاف دوت هو اللي تلاقوه ايه؟ عايز يحسس نفسه انه له قيمه، وهو مخه هلامي عشوائي. عنده يعني. حاجه ثانيه مهمه برضو للزواحف اللي بيتحركوا بشكل عشوائي،
لقيت واحد داخل لي في الفيديو بتاع المجمع العلمي او المجمع العلمي، يقول لي ايه؟ يقول لي هو انت اصلا كنت تعرف المجمع العلمي قبل ما يتحرق؟ اتحداك كنت تعرفه. ما كنتش اعرفه قبل ما يتحرق. عارف المبنى طبعا وعارف اسمه طبعا وما اعرفش هو بيحتوي على ايه، لكن عرفت بفضل الله انه بيحتوي على بعض من التراث المصري. جميل كده؟ فالفيديو خرج بنابع دفاعي عن جزء من تراثي المصري. حلو كده؟ ولو هي الثقافه بالنسبه لكم يا مدعي الثقافه عباره عن سؤال وجواب، انا مستعد اسالكم 30 سؤال وتعملوا سيرش على جوجل وما تلاقوش اجابه. يبقى انا كده مثقف؟ ابقى انا كده مثقف انتوا جهله لا سمح الله؟ لا. الثقافه مش معناها اني اسال فلان سؤال ففلان ما يعرفش الاجابه فاقول له انت مش مثقف وبتدعي الثقافه. يعني انا ممكن اقول لك مثلا المتحف الجيولوجي اللي في دخله المعادي اتبنى سنه كام؟ مش هتعرف غير لما تعمل سيرش على جوجل. هتعرف اتبنى سنه كام، بيحتوي على ايه، مش هتعرف غير لما تعمل سيرش على جوجل برضه. فاهمني؟ لكن انت وانت واقف قصادي مش هتعرف. لو انا سالتك السؤال ده انت دلوقتي ممكن تعرف من جوجل، صح؟ صح ولا لا؟ تمام. معنى كده لما انت ما تعرفش يبقى انت مش مثقف؟ يبقى انا بتهمك في شرفك الثقافي؟ يا اولاد الافاعي خربتوا الدنيا. امثالكم من مدعي الثقافه والفكر والمعرفه هم اللي احنا ان شاء الله هنفضل نحارب فيهم. هم اللي احنا ان شاء الله هنفضل نحاول نوضح للمصريين اللي تفكيرهم بسيط او محدود وطيبين، هنفضل معاهم لغايه ما نوريهم ان في قطاع خنيق بيدعي الثقافه والفكر والمعرفه بيحاول يسوقنا في اتجاه معين هو عايزنا نتساق فيه. المهم حته الثقافه دي مش عايزين نلعب فيها. حته الثقافه والمعرفه دي مش عايزين نقول لنفسنا ايه انتوا مش عارفين كده يبقى انتوا مش مثقفين. انتوا ما كنتوش تعرفوا حاجه عن المجمع العلمي يبقى انتوا جهله. انتوا ما تعرفوش حاجه عن المتحف الجيولوجي، تعرفوا حاجه عنه؟ ما تعرفوش حاجه عنه. ممكن اقول حاجه يا محمد؟ اتفضل يا صديقي. هي النقطه ديت بالذات ملهاش علاقه بالثقافه على قد ما ليها علاقه بالاخلاق والتربيه. تمام. يعني ممكن يبقى في واحد مش مثقف وجاهل وامي بس محترم، لو عايز يفهم حاجه هيرد بشكل محترم. بالظبط. هيعلق على حاجه هيعلق بشكل محترم. تمام. انما لو هو اساسا بيدعي الثقافه زي انت ما بتقول، اقل حاجه هيعملها عشان يبين جهله او ادعاء ثقافته ديت ان هو هيشتم. لكن اذا حاول يعمل كده مع اللي زينا هيبان ان هو شحلاف، وهنطلع نبطرخ عليه ونقول له انت شاب شحلاف. صحيح في عيال كتير قوي بيقولوا لي ايه الاسلوب البيئه اللي انت بتتكلم يا عيال. يا عيال يا اولاد الافاعي بيئه ايه يا اولاد؟ يا اولاد البيئه بيئه ايه يا ضالين. المهم انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. عايزين نشوفكم بتتكلموا في فيديوهات. عايزين نشوفكم وانتوا بتحللوا الاحداث. هي الاحداث دي مش بتحصل في بلدنا؟ مالكوش راي غير ان انتوا تخشوا اونلاين تشتموا يا جرابيع يا واطيين يا سافلين. في واحد ممكن يقول لي انت بتشتم. انا بشتم مين؟ بشتم اللي بيشتم. يا جماعه احنا مش مسلمين، صح؟ تمام. ورب العالمين ادانا الحق من الدين ان احنا نرد او نكتفي باننا نحتسب عند رب العالمين يوم القيامه. تمام. يعني انا لما الاقي واحد جربوع كاتب تعليق حقير زيه، انا اعمل ايه؟ يا اما جوايا في نفسي احتسب عند رب العالمين، يا اما اهتك عرض خلايا مخه العصبيه. ازاي؟ باني اخنقه. انا عارف ان انا مستفز، ده اقل حق انا بكتسبه ليا كرد فعل اللي هو عمله. اقل حق ايه هو؟ اني باخد الشق الثاني من المنحه اللي رب العالمين بيديهاني. ايه هي؟ ان انا يا اما زي ما قلت لكم احتسب عند رب العالمين، يا اما اخد حقي. فانا باخد حقي ازاي يا جماعه؟ هو بيقول لي امك وابوك واختك واخوك، انا ما بقولوش كده. انا ببطرخ عليه بالفاظ بتضايقه بتخليها تاكله، خلايا مخه العصبيه تاكله. فانا اعمل له ايه طيب؟ انا عمري ما هقول له يا ابن الها ويا ابن الها، مش هقول له كده. وهو بيتضايق ان هو بيظهر قدامي ناس انه جربوع وانا عمال اديله في مصطلحات منرفزاه. تعمل له كده المصطلحات. المهم فنفسي ان شاء الله نخش اونلاين نختلف ونتفق بشكل محترم. انا اعرف بعض الشباب اللي نزلت في المظاهرات عمرهم ما شتموا، اللي نزلوا في 25 يناير 2011 عمرهم ما قالوا امك وابوك واختك واخوك والكلام ده. الجرابيع هم اللي قاعدين اونلاين يشتموا.